نتمنى السلامة طبعا للجميع، لكن روديجر الآن يعود سليما. كرة في وسط الميدان بين بوسكيتس وكامافينجا، تعود بعد ذلك بيدري سريعة إلى ليفاندوفسكي وجافي 1-0 يا بارسا. جافي الحلب، يا جافي 1-0 لبرشلونة. الله يا بلاوغرانا، هدف أول لبرشلونة بروعة كبيرة يا جافي، روعة يا جافي، لقطة في منتهى الروعة يا جافي. جافي الحلم في المباراة النهائية يلمع، اللمسة من بوسكيتس إلى ديمبلي، بيدري ليفا لجافي وجافي 1-0 لبرشلونة في شباك ريال مدريد. الكورة كانت مع البرسا، السيطرة كانت للبرسا، اللعبة كانت للبرسا، المتعة أكثر في الدقائق الماضية، الإيجابية أكثر كانت للبرسا. النهاية في هذه اللقطة لبرشلونة، جافي يحتفل بهدف جافي وبرشلونة يتقدمون، يسجلون في النهاية، يظهرون، يحتفلون. 1 برشلونة، أفضلية لبرشلونة على مستوى النتيجة 1-0، وحتى على مستوى الأداء. حلوة من ديونج، مرتدة سريعة لجافي، جافي داخل منطقة الجزاء الثاني للبارسا بتمريرة بكرة بروعة. الله يا بلاوغرانا، الثاني لبرشلونة، روعة 3-0 للبارسا يا جافي. ديونج يا جماعة، ديونج أي لمسة، أي لعبة، أي تمريرة، الساحر ديونج لجافي. هل كان ليفاندوفسكي متسللا؟ الكرة بعد ذلك من جانب جافي وليفا الثاني لبرشلونة، 2-0 لبرشلونة. البارسا يلمع في النهائي على أرض الرياض، البارسا يضرب الريال بثنائية، يقدم أداء كروي فني رفيع عالي المستوى، يعيد الأذهان شيئا من برشلونة، شيئا من قيمة برشلونة، من كرة برشلونة، من روعة برشلونة، من الأداء الحقيقي لبرشلونة، من السحر اللي أظهره لسنوات طويلة ما يعرف به. الكرة خطيرة، الكرة للبارسا، الكرة بلمسة عند ليفا، جافي على اليسار، ليفا جافي في الجهة اليسرى، محاولة بكرة هذا جنون يا برشلونة. الماضي لك والحاضر لك وبكرة لك يا بارسا. الله الروعة يا جافي، يا بيدري، يا ليفا، يا جافي، يا بيدري، يا ليفا، يا بارسا. والله اشتقنا لأيامكم، لمتعتكم، لكرتكم، لسحركم، لفنكم. الكورة بروعة من جانب ليفا، جافي ساحرة، لمسة جميلة، بيدري، تناغم وكرة قدم ممتعة وتيكي تاكا، وبارسا استعاد النغمة واستعاد الفرحة واستعاد الكورة واستعاد المتعة واستعاد اللون واستعاد الشكل واستعاد الكبرياء واستعاد برشلونة. بيدري وجافي، هذا هو المستقبل للبارسا. الماضي كان لبرشلونة، الحاضر لبرشلونة مع هذه الليلة، المستقبل في وجود جافي وبيدري وغيرهم. ثلاثية برشلونية كبيرة على ريال مدريد، لم تكن في المتوقع وفي الحسبان. اللمسة بروعة كبيرة، موسيقية ساحرة كانت من أي شيء يقدمه، ولم يعد الانتظار الصافرة النهائية. داني سيبايوس في آخر لحظة، في آخر تسديدة، وكرة من كريم، هدف جاء متأخر للغاية من جانب ريال مدريد عن طريق كريم بنزيما في آخر لحظة من أحداث هذه المباراة النهائية. ليس إلا رقم يسجل لكريم بأن سجل في مباراة كأس السوبر في المباراة النهائية. أما ريال مدريد فقد انتهى كل شيء بالنسبة له في هذا النهائي. وصلتم متأخرين، جدا متأخرين، فات الميعاد وبقيتوا جدا بعاد ريال مدريد. الليلة للبارسا، والفرحة للبارسا، والحلم للبارسا، وبدري وجافي للبارسا.
وبالتأكيد هذه مباراة كبيرة لفريق تشافي هرنانديز اللي تفوق فيها على ريال مدريد.